فاضل 45 يوم على كاس العالم، وعشان كده قررت اخدكم في رحله لمده 48 يوم هنتكلم فيهم عن ال 48 منتخب اللي اتاهلوا لكاس العالم، والنهارده اليوم الرابع وهنتكلم عن اسبانيا. لو وريتك الصوره دي وقلت لك مين ده وانت مش متابع كروي قديم شويه غالبا مش هتعرفه، لكن لو وريت الصوره لواحد اسباني وقلت له مين ده هيطلع سلاحه من جيبه ويقول لك هو انت تعرفه؟ وده عشان اللي حصل معاهم في كاس العالم 2002 في ماتش كوريا الجنوبيه صاحبه الارض والجمهور، لما كابتن جمال الغندور لغى هدفين لاسبانيا اصح من بعض مفهومش ذره شك، والنتيجه ان اسبانيا خرجت بركلات الترجيح. الصحافه الاسبانيه فضلت سنين تصيح ان البطوله متطبخه علشان صاحبه الارض تصعد باي ثمن، وعموما يعني دي مش اغرب حاجه حصلت لاسبانيا في كاس العالم 2002، عشان في معسكر المنتخب الاسباني وقبل ايام من البطوله الحارس الاسباني الاساسي كان زيرس وقعت على رجله ازازه برفيوم واتعور وحصل له شرخ في الوتر، وبالتالي طلع بره بطولة كاس العالم. مين بقى لاعب ساعتها؟ حارس شاب صاعد واعد كان عنده 21 سنة وقتها، كان اسمه إيكر كاسياس، ومن ساعتها شبط كاسياس في الفرصة وبقى هو الحارس الأساسي للمنتخب. كانت تاهة فين الحدوتة دي عن إخواتنا بتوع التوقف الدولي؟ هقول لكم بقى معلومتين أغرب من بعض. اسبانيا هي المنتخب الوحيد في التاريخ اللي اقال مديره الفني قبل 48 ساعة من البطولة، لما اقال لو بتيجي علشان اتفق مع ريال مدريد. واسبانيا هي المنتخب الوحيد في التاريخ اللي خسر اول مباراة ليه في البطولة وحقق اللقب، وده لما خسر من سويسرا في 2010. اكتبوا لي في الكومنتس بقى، كنتوا تعرفوا حواديت اسبانيا دي ولا اخواتنا بتوع التوقف الدولي ما قصروش؟